السلام عليكم البنات، بخير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفه زوينه زوينه للبرد بالنسبه للوليدات الصغار وحتى الكبار. يعني هذا واحد السيرو طبيعي 100%. عطاتو ليا واحد السيده الله يجازيها بخير، عطاتني جوج الوصفات. غنقدم معكم هذه المره هذا اللي غندير اليوم، ومره اخرى ان شاء الله نقدم معكم الوصفه الاخرى، ولكن الصراحه كيجي واعر. ومن الاحسن يعني نحاولوا ما امكن نبعدوا على الدواء ديال الفارماسي، يعني نحاولوا ما امكن. واخا بعد مرات راه ضروري خصنا نشريو، ولكن نحاولوا. يعني واخا ندخلوا للفارماسيان ما غاديش نلقاو بحال هذا السيرو نهائيا في الفارماسيان كيتباع. غتلقاي ديال الاعشاب والطبيعي، ولكن ماشي بحال هذا. الله يجازيها بخير، هي السيده مسكينه اللي عطاتها ليا، اني غير تلاقيت معها غير صدفه وهضره، جبدت هضره وعطاتو ليا. الصراحه ملي جربته على ولادي يعني لقيت عليه واحد المفعول زوين. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في هذا السيرو هذا، عندي هنايا واحد الكاس ديال الزيت البلديه. وبالنسبه للكاس اللي غادي نعبرو به، كنعبرو به جميع المواد. يعني هذا هو اللي خاصنا نديرو. انا عبرت غير بالكاس ديال العنبه. كي قلت لكم البنات، عندي كاس ديال الزيت البلديه. المهم عندي هنايا واحد نص كاس ديال السكر سنيده. عندي نص كاس ديال العسل. بالنسبه للعسل من الاحسن يكون طبيعي، يعني ماشي هذاك اللي فيه السكر وصافي، يعني يكون ديال الدواء. يعني ضروري من هاد العسل هذا. غادي نحتاج واحد نص كاس ديال الخزامه. الخزامه يعني كنقيها مزيان، واخا نخليها بالعواد ديالها ماشي مشكل، غير نقيها مزيان الا كان فيها شي حجر ولا فيها شي حاجه. نص كاس غادي نحتاج منها. وعندي نص كاس ديال اليازير. بالنسبه لليازير انا خديته هنا طبيعي، ماشي طبيعي طري. طري ماشي يابس. في حاله ما كانش عندكم هاد الطري هذا، ديروا اليابس، يعني بحال ديروا منه نص كاس. هنا تقريبا هنايا درت واحد، المهم تقريبا هنا واحد 7 وريق، 7 هكا العريشات، المهم شويه وصافي منه. المهم خديتو انا طري. كي قلت لكم ما كانش طري خذوا اليابس، ديروا منه نص كاس صافي. عندي هنايا واحد 2 كيسان ديال الماء عادي، الماء ديال الروبيني، 2 كيسان. وعندي هنا الثومه. بالنسبه للثومه اما ديروا 5 دروس اما ديروا 4 او 6، المهم في هذا الحدود هذا. من بعد ان شاء الله غادي ما نخدمش هكا صاينين، غادي شويه نبرك عليهم. وبالنسبه اللي باقي ما مشاركش معايا في القناه، يشرفني ويشارك معايا في القناه ان شاء الله، باش دائما يتوصل بالجديد. وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا يعني ما امكن. علاش؟ يعني ماشي على شي حاجه، وانما يعني الاغلبيه ما كاينش الدراري الصغار اللي ما كدرهمش الكحبه. يعني في سبيل الله انا حطيت هذه الوصفه الصراحه، والله يرحم الوالدين اللي عطاها ليا، لانها زوينه زوينه زوينه. وكنتمنىكم تجربوها وتجاوبوني ان شاء الله في لي كومونتير كيف جاتكم. غير هي خاصه انسان يتبعها، واللي زوين فيها يعني مزيانه للصغار والكبار. المهم البنات، خديت الخزامه، خديت هاد اليازير، غسلتهم مزيان. نغسلوه مره وجوج كيف كتعرفوا، كيكون التراب، يكون هاد الغبره والتراب فيها. نغسلوهم مزيان، نصفيوهم. غادي نديرهم في كاسرونه. المهم اما ديروا كاسرونه اما ديروا شي طنجره، المهم ما تكونش ديال الالومنيوم. هذا هو المهم فيها، ما تكونش ديال الالومنيوم من الاحسن. بالنسبه للثومه كيف كتشوفوا البنات، خديتها انا بالقشره ديالها، يعني نخليوها بالقشره. حتى القشره راه فيها واحد الفوائد، بركت عليها واحد شويه ودرتها بالقشره ديالها صافي. غادي ندير معها هاد السكر سنيده نص كاس. يعني ساهل هاد الوصفه هذه ومسربيه الصراحه. وولدي عيان شويه وقلت علاش لا من الصراحه كنت نديرها، وقلت علاش ما نصورهاش. يعني في سبيل الله انسان، ما كاينش شي دار مغربيه ما فيهاش شي واحد كيضربوا البرد والكحبه ولا، يعني نحاولوا ما امكن نعاونوا بهاد الدواء ديال العشوب. صافي درت 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه، كاس العنبه وكاس ديال الزيت البلديه. كيف قلت لكم اي كاس عبرنا به كنعبروا به جميع المواد. انا درت غير هاد القياس هذا كيجيني انا مزيان. ملي كتسالي ليا كنعاود نديرها ليه صافي. كندير هادشي فوق البوطه. بالنسبه للعافيه ما تكونش مجهده بزاف، من الاحسن. في الاول غادي نحركها شويه باش كيذوب لنا داك السكر اللي درنا، باش ما يلصقش لنا من التحت. صافي غادي نغطي عليه هذا، ندير عليه واحد الطبسيل، طلع فيه غير واحد الغليه ولا 2.
صافي غادي نحيدو. المهم اننا ما نجهدوش عليه البوطه بزاف. من بعد ما خليتها غلات ليا واحد الغليه ولا جوج كيف قلت لكم البنات، كنحيدو الطبسيل اللي درنا. دابا غادي نخليها، يعني نخليه على عافيه مهيله حتى كتبخر لينا داك الماء نهائيا. يعني اللي مهم داك الماء ما يبقاش عندنا في الكاسرونه اللي درنا. حنا الغرض عندنا بداك الزيت هو اللي غادي يبقى، هذيك الكاس ديال الزيت اللي درنا هو اللي غادي هو اللي عندنا الغرض به. يعني غنبقاو مره نحركو فيه على نار مهيله حتى كيبان لينا صافي الزيت، يعني هو اللي كنقلبو كنلقاو الزيت هو اللي بقى لينا. كيف كتعرفوا البنات بالنسبه للفوائد ديال الخزامه، عندها واحد الفوائد كثيره الصراحه. يعني عندها كتهدى الاعصاب، بالنسبه للناس اللي كتعصبوا دغيا، وبالنسبه للدوره الشهريه اللي كتجيهم هكا بالوجع، يعني راه مزيانه ليهم. الروماتيزم، وكتساعد على النوم، يعني بزاف ديال المزايا فيها. وبالنسبه لليازير كيف كتعرفوا مضاد الاكسده، وكيساعد على الهضم والتنفس والام مفاصل، وفي نفس الوقت هو مضاد حيوي. يعني بزاف ديال المزايا انا قلت غير بعض منهم. كيف كتشوفوا البنات دابا صافي، هذا هو اللي بغيت انا. غير الزيت هو اللي كيبقى الفوق. صافي دابا راه واجد. يعني هذا هو غير هو كيف قلت لكم ما نجهدوش عليه البوطه بزاف باش ما يتحرق لينا ما والو. دابا غادي نحيدو من فوق البوطه. صافي البنات مباشره من كنحيدو كناخذ الصفايه كنصفيه مزيان بهذه الطريقه هذه. وكنتمناكم البنات، يعني كنتمناكم تجربوها، راه زوينه 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 الصراحه. انا ولدي كيلقى عليها راحته. صافي درت هذا صفيته. غندير عليه داك نص كاس ديال العسل. يعني العسل نخليوه الاخر، ما كاينلاش نديروه في الاول باش ما يتمشيش هذاك المزايا اللي فيه. وبالنسبه لليازير كاين بعض الدول العربيه كيقولوا ليه اكليلو الجبل. يعني كل واحد باش كيسميه السميه ديالو. حنا كنقولوا اليازير. صافي كنخلطو مزيان. يعني هذا ولا دابا صافي واجد سيرو طبيعي 100%. وبالنسبه لطريقه الاستعمال، يعني معلقه في الفطور، معلقه في الغداء، ومعلقه في العشاء. يعني بحال اي سيرو عادي، بحال اللي كنشريو من الفارماسيان. ونداوموا عليه، يعني ماشي نهار الاول نهار الثاني تقطعوه. يعني نداوموا عليه حتى كنبراو ونلقاو راحتنا معاه. غير هو البنات راه والله القاسم راه زوين. يعني كون ما كنتش مجرباه مع ولادي ما غاديش ننزلو انا في القناه نهائيا. صافي كنحتفظ عليه هكا في شي قرعه، كنخلطها ولا كنحركها صافي وكنكب معلقه. هذه طريقه الاستعمال ديالو. بالنسبه للدراري الصغار يعني عطيهم غير معلقه صغيره، الا كان الدري هكا 5 سنين والفوق عطيوه معلقه كبيره. صافي دابا راه السيرو عندي واجد كيف قلت لكم، كنحتفظوا به غير شي قرعه هكا معقمه. وبالنسبه للناس اللي كيعرفوني يعني غادي يعرفوني شحال كنعاني مع ولادي، يعني تقريبا ملي كيدخل البرد وانا كنعاني معاهم. والحمد لله على كل حال. والله يشافي جميع المسلمين والمسلمات، والواحد يطلب غير صحته. يعني الصحه هي اللي مكتقدرش بالثمن. وبسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. خليت لكم الراحه. بسلام عليكم.